النهارده عايزه اشارككم رساله مؤثره جدا من ام شجاعه وكانت على وشك الانهيار. هقرا لكم بالظبط هي كانت بعتلي ايه. ازيك يا مي، مش عارفه اشكرك ازاي. كنت فاكره ان اللي بحس بيه ده طبيعي، ان كل الامهات كده مع ولادهم المراهقين. كنت بصحى الفجر من القلق وبصرخ على ولادي طول الوقت ومش قادره استمتع باي حاجه في حياتي. بس لما خدت الكورس بتاعك فهمت ان ده كان بيرن اوت حقيقي. دلوقتي بقيت اهدى في التعامل مع الولاد وعلاقاتنا اتحسنت جدا. رجعت الشخص اللي كنت بحبه. ربنا يخليكي، انت حرفيا انقذتي بيتنا من الدمار. الرساله دي مؤثره جدا وبتوضح نقطه مهمه قوي، ان البيرن اوت مش مشكله تخص الام لوحدها. لما الام بتكون في حاله البيرن اوت بتصحى الفجر من التوتر، بتكون مش قادره تنام، بتفقد صبرها وبتزعق على اتفه الاسباب، طول الوقت حاسه بالذنب ان هي ام مش كويسه، بتفقد الاستمتاع بحياتها وبهوايتها، وكل ده بينعكس على الولاد وعلى البيت. فالولاد بالتالي بيبداوا يحسوا بالتوتر المستمر، فالمراهق بيبدأ عنده يزيد وتوتره يزيد، او بيبدأ يكون خايف ومنطوي على نفسه. العلاقة الأسرية بتبقى مليانة صريخ وزعيق، فالبيت كله بيبقى جو توتر ومش صحي تماما. لكن شوفوا لما الأم تعافت ايه اللي حصل. رجعت تنام طبيعي، فبتصحى مرتاحة، بقت بتتعامل مع ولادها بهدوء وحكمة اكتر، لقت نفسها تاني واستمتعت بحياتها. حتى جوزها لاحظ التغيير ولاحظ ان هي رجعت زي اول ما اتجوزوا. عشان كده بقول لكم، احنا لو سيبنا البيرن اوت من غير علاج، احنا كده مش بندمر نفسنا بس، احنا بندمر الاسره كلها. اكتبي لي كلمه فاميلي في الكومنتس وهبعت لك التفاصيل على الفري ويبينار اللي هعمله لكم الشهر ده، علشان تقدري تساعدي نفسك وتبني عيله سعيده.